سماح يا أمير. العلاج حقي خلص، وعندنا لصاحب البيت 3 أشهر متأخرات. شو راح أدبر بياس؟ شو ندب لهذا وبيعها؟ أنا تعبتك معي، مش عارف كيف أجازيك. ما تنساش يا أمير إنك ما حرمتنيش من حياتي. لكن شوف لي كم بيطلع له. أبشر يا عم. هذه وزنها يا عم جرام واحد تماما. تطلع له على السعر اليوم ب38,000 ريال. ما تقدرش تزودها 1000 ولا 2000؟ والله في السعر رسمي تماما. آخر كلام يعني؟ أي والله. خلاص أنا بشوف المحلات الباقية ولا برجع لك. مرحبا يا عم. شوف لي ذا بكم يبيك. هذا 1 جرام بيطلع سعره 76,000. بس اللي المحل اللي بجنبك اللي ب 38. تأكد لا تكون غلطان يمين. لا ما غلطتش. لحسن حظك إنه عمنا اليوم عامل عرض، أول زبون يدخل عندنا نشتري منه الجرام بجرامين، وكنت أنت أول زبون دخلت عندنا. أجيب لك الفلوس؟ ايوه. تفضل يا عم، هذه الفلوس وهذا الخاتم. ايش ذا؟ نسيت ما اقول لك انه كمان من العرض اي واحد نشتري منه برجع له الخاتم. تتأكد اني ايوه متاكد. تبني على شيبة. مانيش فاضي بعد لا اقرا ايامي. هذا كلام عمنا وحنا ننفذ اوامر. جزاه الله عنك، جزاه الله كل خير. امشي. الله معك. يا استاذ، نسيت ما اقول لك انه كمان من العرض بيوصلك هذا المبلغ لبيتك شهريا على مدار السنه. ادخل يا يوسف. طبعا يا حبايبي، احنا امس تكلمنا على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما ندخل الدرس الثاني معي سؤال، واللي يجاوب عليه له جائزة. السؤال هو: متى ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من؟ ايوه يوسف. في يوم الاثنين 12 ربيع الأول. برافو يا يوسف، تصفيقة. برافو يا يوسف، أحسنت يا يوسف. أما الجائزة يا يوسف، من بكرة تروح بوفية المدرسة تأخذ الصبوح اللي بتشتهيه أنت، وعلى مدار السنة. انت الطالب يوسف؟ ايوه انا يوسف.